فنانة أروى، بدنا نرحب فيك اليوم على إيلاف. أهلا وسهلا فيكم وأهلا بكل تيم إيلاف. خبينا شوي عن الأغنية اللي عم بتحضري لها اليوم. هي أغنية جديدة، أغنية مرحبا. هي كلمات الشاعر المتميز مصعب العنزي وألحان عبد الله سالم وتوزيع أحمد فرحات من مصر. هذه تعتبر سنجل، يعني قاعدين نقول لكم استنوا علينا شوية لين نحضر الألبوم. الكليب أخذ منا نهارين طبعا، اليوم يعتبر ثاني نهار. فكرة الكليب ما أبغى أحرقها كثير يعني لأنه لسه على ما ينزل المونتاج إلى آخره، بس هي فكرة جديدة فيها مفاجأة إن شاء الله تعجب الناس. سام كان كثير مميز بالفكرة اللي قدمها لي يعني. ملاحظين من الديكور هون إنه في شيء خاصه بالأعراس، ومنلاحظ في تركيز كتير على الأعراس بالفترة الأخيرة بالأغاني والكليبات اللي عم تنعمل. ليه اخترتي هيدا الفكرة يعني اللي دجا معمولة من قبل؟ لا، بغض النظر على الفكرة، شوفي هو ساعات كلام الأغنية أو حالتها بيوجهوكي إيش تسوي أو إيش تصوري. لحد الحين ما تقدري تحكمي ما شفتي، لأنه لسه ما في عندنا عرس واضح، ما في عناصر مميزة أو عناصر واضحة للعمل للحين. لين يشوفوا العالم على الهوا حيكتشفوا إنه في فرق. بيسكلي عم نصور كليب للفنانة أروى، هيدا تاني يوم تصوير. فكرة الكليب الأغنية خليجية، فالمود شوي رايحين بهذا المطرح، ما ضروري باللوك ولا باللوكيشن ولا بالارت دايركشن والوردروب باللبس، بس في مطرح معين بتعرفي انه هذا الشيء موجود. في عندنا شيء له علاقة بعرس، بس ما رح اقول اكثر احلى ما افضح الفكرة. مش الكليشيه العرس اللي بنشوفه بكل كليب، اكيد لا، انه عرس مع عرس، لا، في شيء تاني اكيد ما حقول شو هو، بس انه بهيدا المطرح رايحين نحن. لوكات اكيد اروى حتبين بلوك كتير كيوت، كتير كاجوال لوكين، وعندها لوك كتير اليجنت، وعندها لوك ممكن يكون عروس ممكن لا، اي دونت نو. هيدا تاني كليب صوره مع الفنانة أروى. أنا أول ما جيت على لبنان صورت معها كليب مخبي عليا إيه، وهيدا الكليب التاني. فكتير معود على أروى كيف قدام الكاميرا، قد ايه بتعطي، قد ايه بتمثل، إحساسها كتير قوي يعني. في مطارح بحس ما بدي أعيد التيك أكثر من مرة، لأنه from the first time بتعطيني exactly شو ما بدي. مخبي عليا إيه، قولي صرحني وقولي إيه جواك، كلام عنك بيوصل لي، في حاجة بجد أنا عارفة. قالولي إن أنت هتسيبني، قالولي أحاول إن أنسى. حاليا قاعدة أحضر ألبوم، بدينا اوريدي نحط الأسماء اللي راح نختار منها. حيكون بشكل مجمل، حيكون في أغاني خليجية أكثر، ولكن لا شك حط في تعامل بأغنية مصرية ولبنانية، خاصة المصرية. الحمد لله أنا توفقت كتير بالأغاني المصرية مؤخرا. وكتقديم شو حيصير بالبروجرام تبعي؟ لسه احنا لسه قاعدين نحضر اوريدي الشغله، بس الحين ما يمدينا لانه سيزون رمضان، فان شاء الله في شيء اكيد تقديم يعني. تاكدوا ان انا بس ناطره الوقت المناسب والطريقه المميزه اللي اطل فيها مره ثانيه. بقول إيلاف شكرا، وشكرا انه دايما متابعين لنا، ودايما بتتعبوا عشان تشوفوا اخبارنا وتواصلونا مع جمهورنا، وان شاء الله دايما بالتوفيق. أروى.